تتساءلون أي جواز سفر يفتح أبواباً أكثر؟ هيا نكتشف معاً. اليوم سنقارن بين جواز السفر الجزائري والمغربي. لنبدأ بجواز السفر الجزائري. يسمح هذا الجواز بدخول 51 دولة بدون تأشيرة. ليس سيئاً على الإطلاق. لكن انتظروا، ماذا عن جواز السفر المغربي؟ إنه يمنحكم دخولاً بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 69 دولة. ميزة واضحة هنا. الآن ماذا عن تكاليف السفر؟ غالباً ما يجد حامل جواز السفر الجزائري رحلات طيران أرخص داخل إفريقيا وأوروبا. أما حامل جواز السفر المغربي فلديهم ميزة بسيطة عند السفر إلى وجهات الشرق الأوسط. هناك أمر آخر يجب أخذه في الاعتبار: سهولة الحصول على جواز السفر. في الجزائر يمكن أن تكون العملية طويلة، بينما قام المغرب بتبسيط نظامه بشكل كبير. إذن أي جواز سفر يفوز؟ الأمر كله يعتمد على خطط سفرك. تابعونا في المرة القادمة لمزيد من نصائح وحيل السفر. رحلات سعيدة.